سلام خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ تنتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. سمحوا لينا غبرنا عليكم. توحشناكم بزاف. اليوم ان شاء الله حبينا نقدم لكم هاد الحلوى ديال دوازاتي، سهله اقتصاديه كيف ما العاده، من ايدين ماما الحبيبه. فتنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا حلوى سهله. اكيد غادي تعجبكم واكيد غادي تجربوها، والى عجباتكم تنتمنىكم تكتبوا لي في التعليقات. يلا نبداو على بركة الله. بسم الله. اول حاجة غادي نحتاجو البيض، يكون على حسب حرارة المطبخ. فكنوضعو 5 البيضات، ومن بعد كاس ديال السكر او كاس سنيده. كنمزجو الخليط كيف ما العاده، حتى سنيده خاصها تذوب مزيان. ومن بعد غادي نضيفو باقي المقادير. خوتي ما تنسوش دائما تدعمونا بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك، وتخليو لينا تعليقاتكم الزوينين. وهنا غادي نضيفو كاس ديال الزيت وكاس ديال الكوك. البنات هاد الوصفه راها سهله واقتصاديه، وكاع هادشي اللي درنا فيها راه اكيد موجود في كل مطبخ. فمن بعد غادي نضيفو هنا الحامض، قشور الحامض مبشورين، هادي على حسب الذوق وعلى حسب الاختيار. من بعد كنوضعو فاني، كيس واحد ديال فاني. صافي غادي نبقاو نمزجو نخلطو مزيان حتى يذوب ديك السنيده ويندمج الخليط جيدا. من بعد غادي نمرو باش نضيفو الدقيق على بركة الله. فهنا كيف ما كتشوفوا الدقيق على حسب الاختيار. كيف ما العاده، بغيتو تزيدوا في الوصفه زيدوا، بغيتو تنقصوا على حسب الاختيار ديالكم. فهنا ضفنا الكاس الاول، من بعد الثاني والثالث، وكنستمروا في المزج ديال هاد العجين السهله والاقتصاديه. فغادي نمشيو دابا نعجنوها باليدين ونجمعوها، ومن بعد غادي نتلاقاو. كيف ما كتشوفوا احنا جمعناها بالزربه، ما احتاجتش منا الوقت. دابا غادي نمروا للتزيين. فكنجيبوا صفار ديال البيضه والكوك. التزيين اختياري يا البنات على حسب الذوق ديالكم. هنا فالام ديالي تتوري لكم كيفاش تتبعوا الطريقه، يعني كتحاول تسهل عليكم باش تجربوها ان شاء الله وتجيكم ناجحه. فكنستمروا بالحبه 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 حتى نكملوا العجين اللي عندنا كامل ان شاء الله. فصافي كنبقاو نوضعوها في الصفار البيض، ومن بعد في الكوك، ونوضعوها في اللاطه. في هذا الاثناء بطبيعه الحال الفرن كيكون سخون كيف ما العاده. تنتمنى تعجبكم هاد الوصفه، راها سهله البنات وبالزربه كتوجدوها. هي حلوى دوازاتي كيف ما كتعرفوا. بحال هاد الطريقات تكون سهله بالزربه كتصاوبيها، ما فيها لا زبده لا والو. فهنا غادي نوري لكم من بعد ما كملنا العجين اللي عندنا هنا. تتزينوها على حسب الاختيار. كان عندكم اللوز، كاوكاو، على حسب الذوق. احنا فقط كنعطيوكم وكنوريو لكم الطريقه، وانتم لكم الاختيار في التزيين. فمن بعد غادي نحاولوا نكملوا هاد الكميه اللي عندنا ونكملوا التزيين ونتلاقاو ان شاء الله. خوتي خواتاتي، الى عجبكم الفيديو تنتمنىكم تشاركوا مع الاصدقاء والاحباب، وتدعمونا دائما بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك. واللي جربتها عافاكم تكتب لي في التعليقات. فهنا كنستمروا في التزيين.
من بعد ما كملنا التزيين ووجدنا الفرن، فغادي نوري لكم كيفاش جات ان شاء الله. دابا غادي نمشيو ندخلوها الفرن، ومن بعد نتلاقاو باش نوري لكم الشكل النهائي اللي كنتمنى يعجبكم ان شاء الله. فهنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما وضعناها في الفرن كتجي غزالة ما شاء الله بالزربة، كطيب ما كتاخدش وقت كتير. فغادي نوري لكم دابا الشكل النهائي. خرجناها من الفرن، تتجي روعة 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 البنات. ساهلة بزاف، ما محتاجاش لا زبدة لا حتى حاجة، فيها مقادير اقتصادية فقط: البيض، الزيت، الكوكو وسنيدة. والخمارة بطبيعة الحال رحنا درناها. فهنا كنحاول نوري لكم واحد الحبة كيفاش جات عن قرب. روعة البنات، كتذوب في الفم، رائعة ما شاء الله. وفي الصراحة ما خداتش لينا وقت كتير. بالزربة وجدناها، بالزربة طابت في الفرن، وحضرناها بأسهل طريقة وفي أسرع وقت. فخوتي إلى نالت الإعجاب ديالكم شجعونا دائما، ودائما غادي نبقاو نجيبو لكم الجديد، ونجيبو لكم دائما الوصفات السهلة والاقتصادية اللي ما كتحتاجش المقادير اللي تكون غالية، ولا مقادير سهلة موجودة في كل بيت. فهنا كيف ما كتشوفوا كيفاش كتكون راها رائعة جدا. فجربوها وردوا عليا الخبار، وكنتمنىكم دائما تكونوا في أحسن الأحوال. وإلى الفيديو القادم إن شاء الله، نتلاقاو إن شاء الله عما قريب مع وصفة جديدة ومع فيديو سهل اقتصادي. وإلى اللقاء، ونتمنىكم دائما تكونوا بخير وعلى خير.